ايه يا بنتي، يعني مكلمتنيش في حاجة ولا ايه؟ يا بعض حبيبتي، انا ما قدرتش اكلمك امبارح. ابن صلح اتأخر برا، رجع الساعة 4 الفجر وتليفونه كان مقفول، وكنت قاعدة على نار، كنت خايفة لألا يكون بيخوني. وبعدين الحمد لله ما طلعش بيخوني. امال كان فين ده كله؟ طلع كان عامل حادثة على الدائري. لهوي، ألف سلامة عليه يا حبيبتي، ربنا يقومه بالسلامة. يلا الحمد لله، محدش بياخد أكتر من نصيبه. عمر الشاجي باجي يا أختي. ما كانش يومك يا مصلحي. ألف سلامة عليك يا زمولكس. زمولكس بتجيز، زمولكس يا زمولكس. رجاء إكس إكس. مين اللي عمل فيك كده يا صاحبي؟ عملت حادثة على الدائري يا ممس. أنا لسه جاي من على الدائري سليم وزي الفل، مفيش أي حوادث الحمد لله. سواق الميكروباص جه فاد التوك توك، دخل في التريلا. صلحي، هو في تكاتك بتمشي على الدايرة برضو؟ ايه، شفت النصيب. الكلام ده مش داخل دماغي يا مصلحي. عايز ايه يا ممس؟ انجز وقول لي مين اللي ضربك. انا ما اسمحلكش يا ممس، انا محدش يقدر يعلم عليا. انجز يا مصلحي وقول لي مين اللي ضربك، عشان الليلة دي مش هتعدي على خير. مش صاحب ممس اللي يتاخد ويتضرب وانا عايش. يا اسطى وطي صوتك يا اسطى. قول لي مين اللي علم عليك كده. انا اجيب لحاج يا اسطى؟ انا بجاش ممس ابن ام ممس لو ما جبتلكش حاجك. انا اشطب كلمة ممس من البطاقة. بلاش يا اسطى، خلي واحد مننا سليم. جس يا دي مصلحة وقولي مين اللي عمل فيك كده وانا عايش يا. ثبتوني يا اسطى وخدوا مني المحفظة والموبايل. ضربوني يا ممس، ضربوني. حافظ شكل العيال دي وعارف مكانهم كمان. بس بلاش يا اسطى. كام واحد؟ 3. و3 بس يعملوا فيك ده كله؟ يا بسكويتة نايتي، ده انت عار على لستة الصحوبية بتاع ممس. يا اسطى الكترة تغلب الشجاعة. 3 وبتسميهم كترة؟ ده انا هنفخهم. انت لازم تيجي معايا عشان تتفرج على اللي هيحصل وتشفي غليلك. انا مش قادرة اقوم من مكاني. قوم ياض يا فرفور بدل ما انا اكمل عليك. حاضر يا اسطى. نهار ابوهم اسود. هم دول يا زمولكس. يا شوية الهلافيت دول هم اللي عملوا فيك كده. هم يا زمولكس. لك جانب طيب عشان الطرطشة. المشاهد دي عنيفة عليك. اتصل بالإسعاف عشان يجي يشيل الجثث. يا صاحبي ما تضيعش مستقبلك عشان عيال صايعة زي دي. الله حكايتنا. تهور. ايه ده؟ مين اللي شبه عقلة الأصبع اللي هناك ده؟ انت يا دي، انت وهو اللي ضربتم صلح صاحبي؟ ايوه احنا اللي ضربناه يا شبح. في حاجة؟ في جماجم هتهاجم ورجبها تطير. واضح انتوا ما سمعتوش عني خالص، او سمعتوا والسمع ضعيف. سمعنا انت يا شبح. كان في ناس نفسها تبقى رجالة، بس التنسيق لا مؤاخذة مجابهاش. هاي على وضعك يا زمولكس، قد ما ترحمش. جابتك يا اسطى. حلوة منك على قد سنك. ايه كمان يا شبح؟ عمالين عليا على اللي هيتعامل فيكم. الظاهر كده امكم داعية عليكم انكم تدعوا تحت ايديا. لا لا لا، ده انت حلو اهو. حلو ده بعد الكشري يا حالتها. ادي جامد عشان جامد لسه ما خدش. عجبتك يا اسطى؟ على الاخر يا زمولكس. ما قلتليش تحبوا تتروجوا جملة على بعضيكم ولا واحد واحد قطاعي؟ ولا على بعضينا. طلبتوها ونلتوها. حجني يا مصلح، بموت يا مصلح. اعمل ايه دلوقتي؟ ما انا قلت لك بلاش، انا قلت لك بلاش. آه آه قلت لك بلاش يا ممس يا اخويا. انت اللي صممت. ليه عملت في نفسك كده يا ممس؟ صعب جت يا مصلحي. على وصول يا ممس. انا كنت هضربهم بس هم خدعوني يا مصلح. ما قدرتش اجيب لك حقك يا مصلحي.
متزعلش نفسك يا ممس، انا عفرت فيك مقدرتش عليك، قلتلك بلاش، ده القدرة هتغلب الشجاعة، انت متبعتنيش واديك ضيعت نفسك. حلو كده يا ممس، اتعلم علينا احنا الاتنين. يلا اللي حصل يا مصلح، تعجيل لي الاسعاف يا مصلح، انا بموت مش متحمل. حاضر حاضر يا ممس. اوه الاسعاف معايا، يلا بسرعة، ده ممس بيموت، الحقونا. استعجلتهم يا ممس وهم جايين حالا. مجلكش عليا يا مصلح، انا كويس. ايه مجلكش عليك يا صاحبي، وانا السبب في اللي حصل لك. متقولش كده يا صاحبي، انا حبيت بس اجيب لك حقك، لكن يلا قاسمني اللي انا اكون زيك. متعملش في نفسك كده يا ممس، هتقوم وهتبقى زي الفل. لما تقوم بالسلامة مش هنسيبهم، هنجيب حقنا مع بعض يا ممس. خلاص يا مصلحي، بعد اللي حصل خلاص، ولا في كلام ولا حديد تاني، خلاص اتبهدلنا يا مصلحي. لا يا ممس منتهتش، احنا لازم نجيب حقنا منهم، مش هنسيب حقنا، نقوم بالسلامة وهنجيب حقنا يا ممس. انا هنسيبهم يعلموا علينا احنا الاتنين؟ ما ينفعش يا ممس، لازم نجيب حقنا. تعال جت يا ممس، قوم سند عليا، قرب مني وحاول تشيلني يا مصلحي. ايه الاخبار يا دكتور؟ طمني على ممس. عال شوية كدمات ويروحوا مع الوقت. كدمات ايه يا دكتور؟ ده انا جسمي كله مدغدغ، مش قادر اقف على رجلي. الله يخليك يا دكتور، اكشف لي كويس، ده ممس ده صاحبي وحبيبي وعشرة عمر. تقلقش يا حبيبي، شوية الألم دول كام يوم كده وهيروحوا. أنا هكتب لك شوية مراهم تتم بيها جسمك على مكان الجروح والكدمات، وهتبقى كويس إن شاء الله. متأكد يا دكتور من الكلام ده؟ أيوة يا حبيبي، متقلقش عليه خالص، هو كويس. شكرا يا دكتورة. هكتب لك جواب خروج، لأن أنت مش مستاهل إنك تقعد عندنا هنا في المستشفى. اللي تشوفه يا دكتور. استأذنكم عشان أنا مش فاضي، عندي شغل كتير. تعالى معايا عشان تاخد إذن الخروج. حاضر يا دكتور. جبت إذن الخروج؟ أيوة يا ممس، يلا بينا. يلا يا مصلحي. لك إيه يا مصلحي؟ قول يا صديقي. عاوزك تراجب لي العيال دي، تعرف لي بيقعدوا فين على طول، عشان مش هنسيب حقنا يا صديقي. ممس روح نام وارتاح، ولما تقوم بالسلامة ربنا يعدلها. بنشكركم مشاهدينا الأعزاء على متابعة القناة، وبنقول لك ما تنساش تضغط لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس. كده تكون خلصت قصتنا، وزي ما انتوا شفتوا مصلحي وممس عرفوا ياخدوا حقهم ازاي، ولكن قصتنا دي ليها هدف، وانا عاوز اطلع معاكم بهدف من القصة. ترى ايه الاهداف اللي ممكن نطلع بيها من القصة دي؟ انا شايف الهدف من القصة دي ان احنا كلنا نبقى ايد واحدة. لما كلنا نبقى ايد واحدة هنبقى قوة، مفيش تحدي هيقدر يسيطر علينا. لكن لما بنتفرج وبنختلف في الاراء، التحديات بتهزمنا لاننا بنتفرج. فانا الهدف من القصة دي ان احنا نبقى كلنا قوة، ايد واحدة. بس برضو انت لو فكرت ممكن تطلع بهدف تاني انا معرفتش اوصله. لو وصلت لهدف تاني من قصتنا اكتبوهولي في التعليقات. نشكركم مشاهدينا الاعزاء، والى اللقاء في فقرة جديدة. ازيك يا ممس يا اخويا، اخبارك عامل ايه؟ تمام يا مصلحي، انت اخبارك عامل ايه؟ ماشي الحال يا اخويا، من ساعة العملة السوداء دي والواحد مش عارف يطلع لبرا، محروج من الناس. نعمل ايه يا مصلحي؟ لازم نجيب حقنا عشان نعرف نطلع ونقف وسط الناس. عشان كده برضه انا جيت يا ممس، هنعمل ايه؟ انت بس عرفت لي العيال دي بتقعد فين زي ما طلبت منك؟ عرفت مكانهم، على طول بيقعدوا في الشارع الرئيسي. تمام يا مصلحي، اهم حاجة ما يتبعدوش عن عينيك، خليك وراهم لحد ما نشوف هنعمل ايه، وان شاء الله خير. خير يا ممس. اقعد يا مصلحي، ليه كده واقف؟ البيت بيتك يا صاحبي. ايه يا صاحبي، باجيلك مرة تاني، انا ورايا مشوار هروح اقضيه وبعد كده برجع لك. زي ما تحب يا مصلحي، انت اللي جبت ده كله لنفسك يا ممس، لازم تفتح في صدرك جو كده. مصلحة حاول يمنعك يا ممس، وقال لك الكترة تغلب الشجاعة، انت متبحتوش.
اللي سعيت للشر برجليا، دخلت نفسي في متاهات أنا كنت بغنى عنها، دخلت نفسك في صراع ملوش نهاية. يلا اللي حصل بقى. يا مصلحي، رحت المشوار بتاعك؟ كان مشوار بسيط هنا، رحت جاتت ورجعت لك على طول. بس يا مصلحي، احنا العيال دي لو مخططناش ليها صح مش هنقدر عليها، واحنا لازم نجيب حقنا. تمام يا ميمس، انا كنت عاوز اقول لك كده برضه. احنا مش هنتهور ونروح ندخل على العيال على طول مرة واحدة زي ما انت عملت. احنا لازم نخطط عشان نعرف نجيب حقنا بمظبوط. بص يا مصلحي، العيال دي طول ما هما ايد واحدة مش هنقدر عليهم. احنا لازم نفرقهم عن بعض. لما نفرقهم عن بعض هنقدر نضربهم واحد ورا التاني، وبكده نبقى خدنا حقنا. غير الطريقة دي يا مصلحي مش هنعرف نجيب حقنا. وهنفرقهم عن بعض ازاي؟ الحتة دي اللي عاوزين نفكر فيها يا مصلحي. لازم نجيب طريقة نفرق بيها العيال دي عن بعض. طريقة، فكر يا ميمس، فكر معايا. عاوزين سكة. يا ترى ايه اللي ينفع مع العيال دي؟ مم... لقيتها لقيتها. قولي بسرعة، قولي ايه اللي خطر في دماغك. مش حل غير ان احنا نخلي العيال دي تسرق بعضيها. احنا دورنا هنقف تحت بيوتهم ونستناهم لما ينزلوا، وأول ما ينزلوا هنطلع نخش بيوتهم وناخد منها حاجات ونحطها عند بعضيهم ونسيبهم شوية، وبعد كده هيكتشفوا المسروقات عند بعض، هيمسكوا ببعض، وبكده عرفنا نفرقهم يا ممس. كلام جميل وما يخطرش على بال اي حد. ده حتى الشيطان نفسه ما يعرفش يفكر تفكيرك يا مصلحي. ايه بس كده؟ ده انا غلبان. هتقول لي يا مصلحي ده انا صاحبك وفاهمك يا ابني. اتكلنا على الله في اللي انا قلته. اتكلنا على الله، يلا بينا. ما كانش العشم يا عتلة تستغل غيابي وتدخل بيتي من ورايا وتاخد الخاتم الدهب؟ ما حصلش يا حشيش. انا عمري ما اعمل كده، اعملها في عز الناس عندي. حصل يا عتلة، حصل وعملت. اقول لك كلمة انت يا عم؟ ده جاي يرمي بلاء عليا ولا ايه؟ اقول ايه؟ لقي الخاتم الذهب بتاعه عندك، هيقول ايه يعني؟ بس انا مخدتوش. ايه اللي بيحصل؟ عارف، ده ده الموبايل شبه بتاع اللي انا مش لاقيه. بقول لك ايه، الموبايل ده مشتريه ولا شدته من حد؟ الموبايل ده بتاعي، اشتريته. اوعى تكون شديت الموبايل بتاعي مني. موبايل ايه اللي اشده منك انت يا معفن؟ انا معفن يا معفن يا حرامي؟ ده الموبايل ده بتاعي. ما يزوقش انت في الكلام، عاوز الخاتم بتاعي يا حرامي. قلت لك انا ما سرقتش منك حاجه. انا مش عارف الخاتم ده جه عندي ازاي. واصبر على لما اشوف التليفون ده. التليفون ده بتاعي. بس ما اقول لك ايه، مش عاوزين نختلف مع بعض بدون مشاكل. هات تليفوني وكل واحد يروح لحاله. قلت لك التليفون ده مش بتاعك، ده بتاعي. وبعدين انا جرفت منكم. يلا كل واحد غور لحاله. يعني كده ماشي من النهارده وخلصت ما بيننا. انت كمان مش عاوز اعرفك تاني. اما تسرجني انا ماشي. يلا غور من وشي. انا عاوز اعرف حد فيكم، ده انتوا شلة تودي في داهية. انتوا لسه عايشين؟ عايشين يا روح امك. ولك نفس كمان بتضحك؟ ده احنا هنخليك تضحك على الآخر. اه. تعالى يا روح أمك هنا عشان تبقى فسطينة، عشان نعرف نروقك. كده تكون خلصت قصتنا، وزي ما انتوا شفتوا
مصلحي وممس عرفوا ياخدوا حقهم ازاي، ولكن قصتنا دي ليها هدف، وانا عاوز اطلع معاكم بهدف من القصة. ترى ايه الاهداف اللي ممكن نطلع بيها من القصة دي؟ انا شايف الهدف من القصة دي ان احنا كلنا نبقى ايد واحدة. لما كلنا نبقى ايد واحدة هنبقى قوة، مفيش تحدي هيقدر يسيطر علينا. لكن لما بنتفرج وبنختلف في الآراء التحديات بتهزمنا لأننا بنتفرج. فأنا الهدف من القصة دي إن احنا نبقى كلنا قوة، ايد واحدة. بس برضو انت لو فكرت ممكن تطلع بهدف تاني انا معرفتش اوصلها. لو وصلت لهدف تاني من قصتنا اكتبوهولي في التعليقات. نشكركم مشاهدينا الأعزاء، وإلى اللقاء في فقرة جديدة. بنشكركم مشاهدينا الأعزاء على متابعة القناة، وبنقول لك ما تنساش تضغط لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس.